السلام عليكم مشتركاتي، توحشتكم بزاف بزاف. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله كامل تكونوا في صحه جيده، ونرحب كامل بكم مشتركاتي على قناتي، وايضا نرحب مشتركاتي جدد. نقول اخواتي مرحبا بكم في قناتي، واللي ماهاش متفاعله مع قناتي تتفاعل، تتفضل تتفاعل باش هكا يوصلكم كل شيء. اليوم جيت وجبت لكم وصفه رائعه رائعه رائعه، ما تقدروش تنسوا بنتها وطراوتها. المهم شريت، انا قلت نجي نجيب لكم هذه الوصفه. بعد ما سيتها وخرجت لي شابه وبنينه بزاف، قلت نعاودها ونعاود نحط لهم الفيديو تاع الوصفه. كاين بزاف منا اللي ما يبغوش الجنحه تاع الدجاج، وكاين بزاف منا اللي ما يعرفوش كيفاش يطيبوهم، وعلى هكا ما يجوهمش بنان وما يبغوهمش. بصح بهذه الطريقه غادي تولوا تبغوهم بالبزاف. نجيبوا جنوحه هنا تاع الدجاج، نقوهم غايه، نقوهم نغسلوهم هكا، نقلوهم هذاك الجلد تاعهم هكا، داك الريش اللي يبقى في الجلد وكاع، نقوهم نغسلوهم في باسينه، ونجيبوا الليم نعصروا هكا 2 حبات تاع ليم. انا زدت رابيت هذاك لو زيست تاع الليم، زدت قطعت هذوك الليمونات قطعتهم بعد ما عصرتهم. جبت شويه تاع الخل السر تاعه في الجنحه يطريها يردها طريه. جبت هنايا طماط ساقوطي، درت حوالي مغرف كبيره هكا ولا مغرف ونص. هنايا عندي ياغورت ناطير، درت 2 بيض تاع ياغورت طبيعي. تاني مد الطراوه شابه في الدجاج. فيما يخص لي زيبيس، هنايا الشيرات درت شويه قرنفل بودخ، هنايا الشيرات درت شويه تاع حب الهيل. اللي ما عندهاش تقدر تستغنوا عنده، يعني ماشي اوبليجي، ماشي كاع الناس عندها حب الهيل مطحون. السكين جبير كما تعرفوا الدجاج كامل يبغي السكين جبير، يبغي بالزياده تاع السكين جبير. هنايا الشيرات عندي هنايا قزبر بودخ، تقدروا تعوضوه بالقزبر نورمال طبيعي ولا معنوس. هنا انا كان عندي قزبر هنا هذا اليابس اللي ينباع عند العشاب، درت شويه. هنايا شيرات الزيت تاني، درت شويه تاع الزيت كما راكم تشوفوا الكميه. الفلفله حمراء تاني هنايا درت 2 مغارف صغار. هنا شويه تاع الحرور، فلفل الكحل. نجيبوا الملح تاني، هنايا درت كميه تاع الملح حوالي 2 مغارف ولا 2 مغارف ونص. تاني الملح تاني يطري الدجاج هو والخل. هذه جويه شيرات، جبت هنا قرن تاع جويه تاني قطعته وخلطت كامل هذوك لي زيبيس. دوكا نغطيها تريح حوالي 45 دقيقة. هي من الأحسن تبات كوما تزيد ترقد غاية، وكوما يزيد يطراكم ويزيد يشرب هذيك العقدة. مهم إذا ما تقدروش تخلوها تبات، خلوها تريح حوالي ساعة حتى 45 دقيقة. كيما شفتوا قطعت هنايا شوية تاع بصلة، حبيبات تاع بطاطا، زدتهم معاها وحطيتهم هنايا في البلا، وجبت الالومنيوم وغطيته وحطيتها طيب. المده تاع الطهي في فرن 180 درجه، تاني دات لي 45 دقيقه. دوكا نقلع هذاك البلا من الفوغ، ونزيد نقلع الالومنيوم ونرده يتحمر لي في الفوغ. هنا بعد ما حمر لي خرجته. هنايا جبت هذه الطريقه باش يعطيني البنه تاع المدخن، باش هكا نحسوه باللي هكا تجمر لنا وجاتنا بنا هذيك تاع الجمر. جبت هنا غرفيه هكا، حطيت فيها شويه زيت، وجبت جمره كنت شعلتها في النار، حميت هذيك الجمره شعلت غايه وحطيتها في هذاك الزيت، وغطيت الالومنيوم وخليت هذاك البخار تاع الجمر يدور تما. خليتها حوالي دقيقه ولا، وقلحت الالومنيوم. كي قلحت الالومنيوم تما تجمر لي ودالي ريحه هذيك البنه تاع الجمر. المهم شيات جاو واحد البنه وواحد ما تامنوش، وجات هكا طريه تحسبوش كاع بلي جنوحه. والله زعما فريمون بنينه بالبزاف. ونشكر زعما صديقي هو اللي نخدم معاه، هو فلسطيني، قال لك احنا في فلسطين ناكلوا جنوحه. شوفوا السر تاع الطراوه تاعها، شوفوا كيفاش جاو طريين ومحمرين. قال لي احنا في فلسطين في غزه، قال لي ناكلوا غير الجنحه. قال لي ما تامنيش عقلك، لي ريستورون تاعنا هم يخدموا غير الجنحه. قال لي ويتمشوا لهم باسكو حنا نبوهم بزاف. قال لي حنا عايشين بهم. قال لي هنا نتوما في الجزائر كلشتكم معظم تاع المطاعم ما يخدموهاش زعما. وعطاني هذه الوصفه وجات رائعه، ودرتها انا وياه هذه لا دوزيام فوا، وحنا نديروها انا وياه، وان شاء الله نتوما ثاني تعجبكم وتسيوها. واذا جربتوها ما تنسوش تخلوا لي كومونتير، ما تنسوش تخلوا لي تعليق على الوصفه تاع اليوم. ودوكا نقول لكم شتيت شهيتكم في الجنه. تهلوا لي في رواحكم وشيرت، ما تنسوش تبارطاجوا وتكومونتوا وديروا ترسلوا لا فيديو لصحاباتكم باش هكا يشوفوا كاع هاد الوصفه وبالك تعجبهم ويسيوها. ودوكا نقول لكم تهلوا لي في رواحكم.